يا مساء الفل. تصدق لو قلتلك ان الملك خوفو واللي بنى اكبر هرم في العالم، هرم خوفو، ملوش في الحضارة المصرية كلها غير تمثال واحد بس، هو التمثال اللي قدامنا ده. طب تصدق لو قلتلك ان التمثال ده مش بتاع الملك خوفو اصلا؟ ما تستغربش من اللي بقوله، وتعال احكي لك الحكاية من اولها. سنة 1903 وفي منطقة العرابة المدفونة في أبيدوس، وأثناء أعمال التنقيب برئاسة العالم الإنجليزي السير فلاندرز بيتري، وجد أحد العمال تمثال صغير جدا طوله 7.5 سنتيمتر، مكسور الراس ومدفون في الرمال. أول ما العامل وراه لبيتري، اتصدم بيتري لما قرأ الاسم الهيروغليفي المكتوب على قاعدة التمثال، وهو خنوم خوفوي، يعني الإله خنوم يحميني. ومنه استنتج إن التمثال ده بينتسب للملك خوفو باني الهرم الأكبر. بيتري لاحظ إن الكسر في منطقة الرأس كان حديث، عشان كده اتأكد إن احتمالية العثور على الرأس كبيرة جدا. فبسرعة أمر العمال بنخل الرمال في المنطقة كلها، وبعد 3 أسابيع متواصلة من عملية النخل، عثر العمال بالفعل على الرأس، وتم ترميمها ولصقها على جسم التمثال فيما بعد. أما إن التمثال مش بتاع الملك خوفو أصلا، فده نقصد بيه إن مش خوفو هو اللي صنع التمثال، وده الاحتمال اللي رجحه الكثير من العلماء، بل إنهم أكدوا إن التمثال تم صنعه في عهد الأسرة 26، واستدلوا على كده بكذا دليل. أولا، اختلاف الملامح الفنية للتمثال عن الملامح الفنية للأسرة الرابعة اللي بينتمي ليها الملك خوفو، زي إن التمثال مثلا مصنوع من العاج، ودي مادة لم تستخدمها الأسرة الرابعة في تماثيلها. ثانيا، إن حجم التمثال الصغير جدا وملامحه الفنية كمان بتتفق مع ملامح عصر الأسرة 26، واللي سماها العلماء عصر النهضة أو عصر الحنين إلى الماضي. وفي الفترة دي كان بيتم صنع تماثيل نذرية أو تماثيل تستخدم كتمائم للملوك الأوائل المشهورين واللي قدسهم قدماء المصريين على مر العصور. وفي النهاية قولوا لنا في الكومنتس إجابتكم على السؤال ده: هل من المنطقي وجود تمثال واحد بس للملك العظيم خوفو باني الهرم الأكبر، ولا ده شيء مش منطقي؟ سلام.